الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا راد لقضائه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إن ربي على صراط مستقيم. أحمد الله العظيم رب العرش العظيم أن جمعنا مجددا في هذه البلد الطيبة الحبيبة الطيب أهلها، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا البيت المبارك، الذي أسأله أن يبارك على أهله وأصحابه، وأن يتقبل منهم، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. أسأله من جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا في الجنة ذات القطوف الدانية مع الإمام المصطفى والنبي المجتبى، قدوة الله التي أرسلها لخلقه وحجته عليهم أبد الدهر، محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا حوضه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأعتقد اعتقادا جازما أن من أراد منا بحق نوال هذه المقامات والولوج إلى هذه الرتبات والعلو في هذه الدرجات، يحتاج، أخاطب نفسي قبلكم، أن يرعن اليوم سمعه وقلبه، لأن حديثنا عن الصدق ونوال ما عند الله من عطيات ودرجات ورتبات لا يكون إلا بالصدق. وأمة الإسلام مجمعة قديما وحديثا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعون ومن تبعهم بإحسان، أن أعلى الرتب في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي الصديقية، أن يكون المسلم وصل درجة الصديقية، يعني صديقا. وأول صديقي هذه الأمة هو أعظمها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أعظم الخلق قاطبة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ألا وهو أبو بكر الصديق. فأنت اسأل كل مسلم اليوم من هو الصديق، سيقول لك أبو بكر. قد لا يعرف اسم أباه ولا اسم قبيلته ولا من أي بطن هو من بطون العرب، لكنه يعرف أنه صديق. فما هو الصدق؟ ولماذا يأمر ربنا فيقول وكونوا مع الصادقين؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وكونوا مع الصادقين. ما هو الصدق؟ لا يمكن أن نفهم أي لفظة في كتاب ربنا أو في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بغير فهمها في لغة العرب، فالله أنزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين. والصدق في لغة العرب هو عكس الكذب، ويكون أساسا عندما أطلقوه لغة قصدوا به الكلام، يعني أنه صادق الكلام صادق العبارة، لكنه امتد لغة وشرعا ليشمل الصدق كل ناحية من مناحي الحياة، القول والفعل والاعتقاد، كل جوانب الحياة، ظاهرا وباطنا، فعلا وعملا، قولا وعملا، فعلا، ما يبطنه في قلبه، ما يظهره على جوارحه. إذن نفهم من هذا أن الصدق هو أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه. أكرر، أرجوك اسمعني بأذن قلبك. يعني جيد أن تسمعني بأذن رأسك، لأنه من مطلوب هذا الحد الأدنى أنك تسمع وأنا أكلمك، لكن أعرني قلبك لو سمحت في هذه الدقائق القليلة، يعني دقائق معدودة، لكنها قد تغير إن كنت صادقا في السماع نهج الحياة. لماذا؟ ليس لأننا نعيش في مجتمع أو إنسانية غلبها الصدق، مع الأسف لا أعلم زمانا من الأزمنة امتهن صار مهنة أهله الكذب كزماننا هذا. والله لو استعرضت تاريخ الإنسانية ستجد الناس حتى وهم على الشرك والكفر يترفعون يتأنفون أن يكون رجل فاضل من بيت فاضل أو امرأة شريفة من بيت شريف ويكذب. لكننا مع الأسف أدركنا زمانا أصبح الكذب أسلوب حياة، كذب في العلوم، كذب في التجارة، كذب في الكلام، كذب في المعاملة، كذب في الأموال، كذب في السياسة، كذب في الاقتصاد، كذب في كل شيء، حتى إنك أصبحت إذا أردت شخصا تأمن أنه صادق في معاملته، في ماله، في كل شيء، كأنك تبحث عن بضاعة نادرة. العرب يقولون كأنك تبحث عن الكبريت الأحمر، مادة نادرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يوشك أن تضيع الأمانة، حتى لندرة الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. ليه؟ لقلة الأمانة يصبح الناس يبحثون عن من هو أمين. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة، نسأل الله العافية. قالوا وما ضياعها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة. أن ترى الإنسان ينال ما هو عليه من منصب، من وظيفة، من مال، من عمل، من زوجة، من قرابة، من رضا الناس، بالكذب والخيانة والغش والأقنعة التي تخفي الشخص الحقيقي، نسأل الله العافية والستر. إذن الصدق هو أن يستوي ظاهر الإنسان، هذا الظاهر الذي نراه من بعضنا البعض، وباطنه. يعني المؤمن الصادق أنت إذا نظرت إليه فأنت لا ترى ظاهره، أنت ترى قلبه أمامك، لأنه صادق، ما في قلبه تراه يظهر عليه، لا يخفي شيئا ويظهر أشياء أخرى. وعكس الإيمان في هذا النفاق، نسأل الله العافية. والإنسان كلما ازداد كذبا اقترب من النفاق وأهله.
وكلما ازداد صدقا على رتبة في إيمانه. فالنفاق هو إظهار خلاف ما يبطن. وقد سمت العرب المنافق منافقا على اسم من؟ على اسم جحر الضب. تعرفون الضب الخلند، بعرفش ايش بتسموه في بلدكم، الخلد، هذا بيته في اللغة العربية اسمه النافوقاء. يعني أنت تنظر إلى ظاهر الأرض تشوفها مستوية كلها متشابهة، لكن تحت هذه الأرض التي تبدو مثل بقية الأرض هناك بيت محفور عميق مظلم منتن الرائحة، لا يعرفه على حقيقته السيئة إلا من دخله واكتشف حقيقة صاحبه. ومن هنا سمي المنافق منافقا، لأنك إذا نظرت إليه في ظاهره يظهر مسلما مؤمنا كبقية الناس، لكنه في داخله أسود منتن الريح، يبطن الشر للإسلام وأهله ويظهر أنه يحبهم وأنه منهم، نسأل الله العافية. إذن المسلم يزداد قربا من ربه كلما ازداد صدقا. وأول الصدق المطلوب قبل أن تصدق مع عباد الله أن تصدق مع نفسك، تقف وقفة حقيقية صادقة مع نفسك. في ناس بتقول إنه اللي بيكلم نفسه مجنون، لا، العاقل يكلم نفسه ويخلو بها ويراجعها ويعاتبها ويحاسبها ويسألها ويؤنبها. لا يمكن أن يكون مؤمنا صادقا ناجحا عاقلا سائرا في الطريق إلى الله بصدق دون أن يقف مع نفسه يوميا أسبوعيا شهريا سنويا، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. اجلس مع نفسك وانظر، هل أنت حقا كما جمل الله ظاهرك باطنك جميل؟ باطنك يحمل الصدق في دين الله، يحمل الخير وإرادة الخير للناس، تحب الخير لإخوانك كما تحبه لنفسك. لا فرق عندك أأنت أنفقت أو اكتسبت أم غيرك، المهم تحققت خدمة دين الله. لا فرق عندك أأنت كنت سيدا أم تابعا، المهم أنكم تسيرون إلى الله. هل هذا هو الباطل؟ هذا عمر رضي الله عنه. انظر حتى نرى نماذج ما هو الصدق. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي. لأنه هو مش مضطر، يأتي ويصرح عن إيه؟ عن مشاعره. انظر الصدق هو يريد أن يضبط عقيدته إيمانه، لأن تخيل لو لم يكن صادقا لهلك رضي الله عنه. انظر كيف نجا بالصدق. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والله إنك أحب الناس إلي، أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. أنا أعظم شيء أحب نفسي. لم يمثل كالمنافقين يعتذرون إليكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. كانوا يعتذرون، وسنأتي إلى آيات التوبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا، لم يعاتبه، لم يؤنبه، هو يعرف صدقه، أنه هو يريد أن يعرف ما المطلوب من المسلم، أن يكون مقام النبي في قلبه. ما جاءش وقال أنت رسولنا وأنت حبيبنا وإحنا وهو في باطنه شيء آخر، لا،
لم يسترح حتى يصارح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: لا يا عمر، يعني لا يتم الإيمان بهذه الطريقة حتى أكون أحب إليك من ولدك ووالدك ونفسك والناس أجمعين. الآن عمر عندما يقول يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من نفسي، يعني يفهم معناها. هذه مش مجرد كلمة. عندما تقول تشهد بين يدي رسول الله أن النبي أحب إليك من نفسك، هذا معناه أنك تقدم النبي وشرع النبي ودين النبي، ما أحله وما حرمه، على رغباتك وشهواتك ودنياك ومصالحك المالية والاجتماعية وغيره. هذا معنى الصدق، هذا معنى أن يستوي ظاهرك وباطنك. على رأي أحد مشايخنا حفظه الله قال: من يستطيع الآن، من يتجرأ لو قالوا له الآن اكشف قلبك على وعاء، يعني هيك يجيبوا جاط وعاء يقولوا لك اطلع قلبك ننظر ما في داخله، خلينا نطلع هيك شو المستخبي والمستور. طبعا مش مطلوب، لكن من وصل في الصدق رتبة إنه لو كشف قلبه أمام الخلق ليس هناك ما يستره، لأنه الظاهر والباطن ماله واحد. أريد فقط أنك تتخيل هذه الفكرة. شوف البلاوي اللي راح تنكشف لو فتحنا. أيوة، الصادق ما عندوش هاي البلاوي. ليه؟ لأنه قبل أن يملأ قلبه، كما يقول علماءنا التدين، تخلية، تنظيف يعني بتنظف، وتحلية بعدين بتحليه بالإيمان. ما بينفع تعبي طعام جيد في خزانة مليئة بطعام متعفن، بينفع؟ العفن بيضربه كله. إذن يجب خلي نظف قلبك من كل ما سوى الله، كل ما لا يرضي الله، كل ما هو حرام، كل فكرة باطلة، كل عقيدة منحرفة، كل جماعة لا يرضاها الله ورسوله، كل مجموعة، كل فكرة، كل شهوة، كل شبهة، نظف. لأنه نحن ماذا نقول؟ أولا لا نقول الله أؤمن به، إنما نقول إيه؟ لا إله. إذن أول إشي نفينا إيه؟ نفينا كل إله، يعني كل تبعية، كل اعتقاد، كل شيء، إلا واستثنينا من؟ الله. هذا هو الإسلام. فرغنا قلوبنا من كل أحد ثم ملأناها بالواحد الأحد سبحانه وتعالى. قال: لا يا عمر، إلا أن أكون أحب إليك من ولدك وولدك ومالك ووالدك ونفسك والناس أجمعين. قال عمر: وإني أشهدك يا رسول الله فيهم أنك أحب إلي من ولدي وولدي ومالي ووالدي ونفسي والناس أجمعين. الآن انظر بعد ذلك في حياة عمر، هل فعله صدق قوله ولا كذبه؟ أثبت أنه عندما أعلن هذا بين يدي رسول الله أثبتت أفعاله بعد ذلك أنه كان صادقا في كل حرف قاله، أن النبي حقا أصبح أحب إليه من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين. ولا أريد أن نحول المحاضرة لسيرة حياة عمر، فلا يخفى عليكم من عظمته. نحن أصلا أهل هذه البلاد في ميزان حسناته، هو من فتح بلادنا، أليس كذلك؟ رضي الله عنه. هذه الآية التي اخترتها عنوانا لدرسنا هذا، أو الجملة من آية، وهي قول الله تعالى في سورة التوبة براءة في الآية 119:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر ماذا قال لك. يستطيع سبحانه أن يقول وكونوا من الصادقين، مش هيك؟ وكونوا صادقين، لكنه اختار أن يسهل عليك الطريق حتى تصبح صادقا. ينبغي أن توجد نفسك في بيئة صدق. حتى تصبح صادقا ينبغي أن تختار بيئة صدق، بيئة نقاء، بيئة طهر، بيئة عفة، بيئة صلاح، بيئة تجتمع على الله وتفترق عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ورجلين تحابا في الله. على ايش اجتمعوا؟ اجتمعا على حب الله وطاعته، ما جمعتهمش مصلحة. هذا يتذبذب لهذا وهذا يتذبذب له، وهذا ينافق وهذا يتزين حتى يمشوا مصلحة دنيوية، لا، اجتمعا تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتماعهم لله وتفرقهم لله سبحانه وتعالى. هذه الآية العظيمة نزلت في 3 نفر من الصحابة ضربوا أروع مثل للصدق على الإطلاق، حتى أصبح صدقهم وقصتهم قصة يثبتها القرآن، بل ويأمرنا إذا أردنا التقوى والنجاة أن نقتدي بهم لنكون عند الله صادقين. يعني الله ضرب لنا قصتهم مثلا في الصدق. من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون مدة السيرة الدعوية، الرسالة كما تسمى، 23 سنة، 13 عام في مكة وتسمى الفترة المكية، ثم أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة وتسمى الفترة المدنية، وهي 10 إلى 11 عام، والمجموع 23 عام. لم يجاهد النبي ولم يقاتل ولم يغزو ولا أصحابه طيلة وجودهم في مكة، ولم يفرض الله عليهم الجهاد حتى هاجروا إلى المدينة وأسس كيانا ودولة ذا حدود ومنع، ثم فرض الله عليه في السنة الثانية للهجرة القتال. وما زال صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة، يعني كم كان عمره؟ 40 و15، كم يعني؟ 55 سنة. لما بدأ قتال ما كانش عمره 20 ولا 25 ولا شاب فتي، إنما كان رجلا مسنا جاوز 55 من عمره عندما بدأ في أول غزوة صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الرجل الذي نتحدث عن هذه الغزوات والرحلات والجهاد عن رجل جاوز 50. اليوم تدخل المسجد 2 3 كراسي، انظروا الفرق. لا تعيب على من ابتلي ومريض، لكن انظروا الجهد الذي بذله هذا النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى نتصور إنه لم يصلنا الدين هكذا. يعني نسمع قصص وبنفكر كانوا حلوة ومبسوطين. في العام 9 من الهجرة حدثت غزوة شهيرة اسمها غزوة العسرة أو غزوة تبوك، وهي أبعد غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من المدينة إلى بلادنا، إلى بلاد الشام. تبوك هذه في بلاد الشام، قرابة كم؟ قرابة 1000 كيلومتر صار النبي صلى الله عليه وسلم. وسميت غزوة العسرة ليه؟
لأنها كانت في حر الصيف وفي سنين قحط مفيش ماء. تخيل حرارة صحراء الحجاز مع انعدام المياه وجوع وفقر، ومع ذلك يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هيا سنخرج للقتال. متصورين؟ طبعا نحن لا نتكلم عن قتال بيكون قاعد في طيارة وبيكبس أكم من كبسة وبيدمر مدينة بأهلها. نتحدث عن ناس ستسير برا سيرا على الأقدام، ستركب على دابة أو بهيمة إن وجدت أعزكم الله، ستقاتل بسيوف في الحرارة، شيء مهول يعني يحتاج قوة ويحتاج شدة وصبر. في هذه الغزوة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذه من خصائص النبي. من كان خارجا ليقاتل صلى الله عليه وسلم؟ كان خارجا ليقاتل أعظم دولة على وجه الأرض يومئذ، الروم. كانوا يحكمون معظم العالم. سمعوا أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه قادمون لمقاتلتهم، ففروا قبل أن يصلهم بشهر صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصائص النبوة. قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه في تبوك. يوم تبوك تخلف عن النبي جماعة من الناس، أصحاب الأعذار يعني المرضى والمسنون، هؤلاء أعذار، والمنافقون، وهؤلاء شرحنا من هم، شو طايل عليهم يطلعوا يضحوا بأنفسهم لشيء لا يؤمنون به، أرادوا أن يكونوا مع الخوالف كما قال عنهم تعالى. الخوالف من؟ النسوان والأولاد، رضوا يكونوا معهم لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة. النبي بين أظهرهم يرونه، ينظرون إليه ويكفرون به. لذلك أهل العلم كرهوا أن يتمنى الواحد منا أنه كان في زمن النبي. بعض الناس لما بتحكي له قصص الصحابة يقول: يا ريت كنت معهم، مش في هالزمن اللي أنا فيه. لا، هذا مكروه. ليه؟ لأنك لا تدري لو كنت في ذلك الزمن مع من ستكون، مع عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس النفاق، ولا مع أبي بكر وعمر. فاحمد الله على نعمة الإسلام، واعلم أن الله خلقك في هذا الزمان يا شباب الإسلام، خلقك لحكمة، لدور يريده منك. فابحث عن الدور الذي تخدم به دين محمد صلى الله عليه وسلم. أولا تصلح نفسك، هذه الصديقية، ثم أشع النور من حولك. وتخلف مع المنافقين وأهل الأعذار 3 من الصحابة: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم جميعا. ليسوا منافقون وليسوا من أهل الأعذار، لكنهم فتنوا. في هذه الحادثة يقول كعب رضي الله عنه: والله ما كنت أيسر مالا ولا أقوى بدنا مني يومئذ، ولكني ما زلت أسوف عندما أمر النبي بداعي الجهاد. أسوف يعني بقول إيه؟ شو بقول؟ بقول شوي وبقوم أصلي الفجر، شوي وبقوم أصلي الفجر، شوي وبقوم أصلي الفجر. تجيك بنت الحلال بتقول لك الشمس معبية السماء، قوم على الشغل. بقول إيه؟ بقول بكرة بصير أصلي، بكرة بصير أصلي، بكرة بصير أصلي. بيقولوا الله يرحمه مات تارك صلاة. شوي وبطلع الزكاة، شوي وبطلع الزكاة، شوي وبطلع الزكاة. بيجي العام اللي وراه وانت مش مطلع اللي قبلها. شوي وبصالح أرحم، وهكذا. إياك التسويف، فتنة الشيطان المشهورة قديما وحديثا، غر بها أصحاب النبي هؤلاء الصادقين. فأنت مش خايف يغرنا إحنا؟ من نحن لا نشبه شعرة في لحاهم رضي الله عنهم. لذلك إياك مع الله، كما قال بعضهم: إذا استطعت أن تكون أول الناس فافعل. اوعى تقول بدي يدخل هدول حبايبي والناس ومش عارف مين قبلي على الجنة. لا،
ادخل قبلهم وبعدين جيبهم. نعم، فاقد الشيء لا يعطيه. إذن ماذا يقول كعب؟ ولكني ما زلت أسوف حتى خرج النبي وأصحابه وأنا في السوق. قلت أدركهم، أرجع وأجهز نفسي وأدركهم حتى مضى ركاب النبي ولم أعد أدركهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة يعرف أنهم مؤمنون صادقون، يسأل ماذا فعل كعب؟ ماذا فعل هلال؟ ماذا فعل مرارة؟ يعني وينهم؟ مش معانا. يتفقد، هذا المربي يسأل، مش اللي إجا واللي ما إجا يجعل ما إجا. نسأل. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. الآن رجع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد وجاء المعذرون. مين المعذرون؟ أهل النفاق، أصحاب الأعذية، يكذبوا يدجلوا، أنا كذا وأنا كذا، والوحي ينزل يفضحهم. وجاء كعب وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقومه يقولون اعتذر زي اللي اعتذروا، بيقبل منك. قال والله يا رسول الله لا أجد عذرا أقوله، شوف الصدق، غير أني تخلفت. وفعل كعب ومرارة مثله. فلما قام قال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. أما هذا فقد صدق يعني الباقي إيه؟ العكس. أما هذا فقد صدق. ثم اشتد الأمر عليه وعلى الاثنين 50 يوما. قاطعهم النبي بأمر الله، وأمر النبي الصحابة أن يقاطعوهم، وقاطعتهم حتى أزواجهم رضي الله عنهم. وهذا وقال في حقهم تعالى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ضاقت عليهم الأرض الواسعة، حتى إنه، شوف الابتلاء، حتى إن كعب، هلال ومرارة خلص استسلموا وجلسوا في البيت. كعب لم يستسلم، ينزل إلى السوق، يطرح السلام على النبي في المسجد، يشيح بوجهه عنه، يطرحه على الصحابة، وهو كان يستطيع أن يعتذر لكنه صادق، تأبى نفسه. يهون عليه الاعتراف بالذنب ولكن لا يهون عليه الكذب، وهذه صفة المؤمن. قال وأنا في السوق إذا برجل من الأنباط، يعني عربي من بلاد الشام، يسأل أين صاحبكم كعب؟ فأشاروا عليه فجاءه فقال لك معي رسالة من ملكنا. ملك مين؟ يعني الملك الأنباط اللي كان إيه؟ عميل الروم على بلاد الشام. ما التاريخ ماله؟ دورة. فقال لك معي رسالة. والعرب مالهم كانوا غساسنة ومناذرة، يدقوا في بعضهم، ينزلوا حرب على حساب مين؟ المناذرة مع الفرس، مع الشرق يعني، والغساسنة مع الغرب، مع الروم، وهم أهل وعشيرة وقبيلة وأولاد عم، يقتلون بعضهم خدمة للشرق والغرب. هكذا هم العرب إن لم يكونوا أتباع دين الحق، بصيروا في يد هذا وهذا. الآن ماذا في الرسالة؟ فإذا بملكهم خادم الروم هذا يقول وإننا قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، جفاك، يعني صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركك، فالحق بنا نكرمك. قال كعب فعلمت أنها فتنة وامتحان الله لي. بيختبره سيثبت على الإيمان ولا يبيع دينه عشان إيه؟ هجروا النبي وأصحابه. قال فعلمت أنها فتنة فلم أزل حتى سجرتها في التنور. يعني مش خلاها وقال رماها وقال بعدين بشوف شو قصتها، لا، اوعى فيش تسويف. تبت من الشيء، مش تقول بعدين بتركهم، الشباب متعودين على بعض. اقطع طريق الفتنة مباشرة.
مسك الرسالة عشان ما يرجعش يفكر فيها ولا ينظر، مسكها ورماها في النار، سجرها في التنور يعني أحرقها في الفرن. قال: فإذا تمام يوم 50 وأنا قائم الفجر على سطح المنزل، إذا بصارخ يصرخ: يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم ولدتك فيه أمك. قال: فعرفت أنها نزلت توبتنا. وهذا جزء من حديث طويل روى فيه الحادثة بالتفصيل رضي الله عنه. فأسرعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على المسجد النبوي، وعاهدت من يومها ألا أكذب أبدا، فإن الصدق ماله نجاه. لذلك أهل العلم ماذا يقولون؟ الصدق منجاه. بعض الناس يظن أنه الكذب منجاه، لا، العرب ماذا تقول؟ الكذب حبله قصير. مهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. مهما حاولت تكذب لتستر عيبك مصيره سيكشف، نسأل الله الستر لنا ولكم. لكن أصدق، الصدق منجاه. فبهذه الحادثة لأجل صدق هؤلاء وقبول توبتهم وضربوا أروع المثل وعبروا كيف يكون الصدق، أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. إذن المخاطبين في الآية مالهم؟ كفار مطلوب منهم لسه يسلموا عشان يصيروا صادقين؟ لا، هذا خطاب لأهل الإيمان. وأهل العلم يقولون إذا سمع المؤمن في القرآن نداء يا أيها الذين آمنوا ينتبه، هناك أمر عظيم سيأتي بعد النداء. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، لبيك ربنا وسعديك. ماذا؟ اتقوا الله. ما هي سبيل التقوى؟ وكونوا مع الصادقين. كونوا مع أمثال كعب وهلال ومرارة رضي الله عنهم. سهل عليهم الكذب لكنهم اختاروا الصدق ونجاهم الله به. وإياك أن تظن أن هذه الآية الوحيدة عن الصدق في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. آيات وآيات. مثلا قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صدق الله فهو ينتظر صدق الله معه حيث صدقه، ينتظر حسن العاقبة لأنه صدق الله. وما بدلوا تبديلا. التبديل هو أخطر ابتلاء ومصيبة يقع فيها الإنسان في دين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف يوم القيامة على الحوض في عرصات القيامة، يوم العطش الأكبر ويوم الحر الأعظم. الشمس تدنو من الرؤوس والناس تغرق في عرقها. انظروا، نسأل الله السلامة والفرج. شوية مليمترات مياه مهما كانت عظمتها محجوزة أمام سد أو واد في ليبيا، انظروا ماذا فعلت. دمرت الدنيا، دمرت بلدا. مشاهد تذكرك بالقيامة. تخيل الإنسان غارق مش في مياه، في عرقه، والشمس مش في السماء ويشعر بالحر، فوق رأسه، ميل فوق رأسه. ومن دون الخلق أجمعين رجل له حوض صلى الله عليه وسلم لا يلج عليه إلا أتباعه. مزية ولا مش مزية؟ أعظم مزية هذه. فيأتي أقوام على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الشرب في هذا العطش فتمنعهم الملائكة، ارجعوا. فينظر إليهم النبي يقول: أمتي صلى الله عليه وسلم. أبو خالد شو القصة؟ بدهمش يصلوا على النبي جماعتك؟ وينك يا عم؟ افزع لنا صلى الله عليه وسلم.
فتقول الملائكة لا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يعني لماذا تمنعونهم وهم أمتي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون يا رسول الله إنك لا تدري ما بدلوا ما أحدثوا من بعدك. صدقوا الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وإيه؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وإيه؟ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال تعالى ليسأل الله الصادقين عن صدقهم، وعبر عن عظمة الصدق حيث وصف نفسه بالصدق، قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الله الصدق لعظمته يصف نفسه به سبحانه وتعالى، كيف يغفل عنه مؤمن؟ لقد صدق الله. هل هناك مؤمن يمكن يتصور أن الله قد لا يصدق؟ حاشا وكلا. طب لماذا يقول هذا؟ ينبه على أنه عظمة الصدق وأنه صدق ما وعد نبيه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، قال والذي جاء بالصدق وصدق به، وغيرها الكثير. لذا يا إخوة الأحباب لا يقبل البتة أبدا لأي سبب إلا أن يكون سببا شرعيا كإصلاح بين الناس أو مودة بين زوجين أو خشية خطر من عدو لله ورسوله. أما سوى ذلك الكذب ليس فيه كبير ولا صغير، ولا أبيض ولا أسود، ولا مزاح ولا غير ذلك. ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا ولا هازلا، حتى جاءته امرأة فقالت أألج الجنة؟ فقال لا يدخل الجنة عجوز. فحزنت فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال نعم، لن تكون عجوزا عند دخولها الجنة. حتى المزاح لم يشرع لنفسه أو لأمته الكذب فيه. ونعم الرجل يصدق، كما في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يتحراه، يبحث وين الصدق يمشي خلفه حتى يكتب عند الله صديقا. إذن أمة الإسلام أمة الصديقية، مش فقط أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أعظم الصديقين، إنما كل من اختار هذا السبيل وسار خلفه يصدق ويتحرى الصدق يكتب عند الله صديقا. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من مغاضب الله لا يلقي لها بالا تطير في الآفاق حتى تهوي به في قعر جهنم. انظر اليوم، انظر ما أسهل انتشار الكذب. انظر الإعلام ووسائل التواصل، أسهل شيء على الناس اليوم يرى مقطع لا يبحث، صدق، كذب، يرضي الله، يغضب الله، مشاركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. يعني حتى مش فقط يتعمد الكذب، الإنسان يكفيه حتى يكون كذاب عند الله، نسأل الله العافية، إنه كل شيء يسمعه ماذا يفعل؟ يحدث به، ينقل فلان قال وفلان حط وهذا مقطع شاركوا وهذا مش عارف اعملوا، وهذا لا يبحث عن شيء، يبحث عن إرضاء نفسه، إرضاء شهرة، إرضاء الناس، ولا يتحرى الصدق. لذا يا إخوة الكرام هذه المكانة العظمى للصدق أن جعل الله أصحابها أصحاب أعلى رتبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ورسل الله. الصديقية تحتاج من المسلم
اليوم قبل الغد أن ينظر نظرة صادقة في حال نفسه. كيف هو مع الله؟ هل هو صادق؟ بعض الناس يختار أن يتدين، ونحن سنختم في لحظات، يختار أن يتدين 10 سنين عبين ما يصلي أو يضبط 5 صلوات، 10 سنين عبين ما يوقف ربا، 10 سنين عبين ما يوقف اختلاط وغناء وموسيقى ولا تدخين ولا ترتدي حجاب. من قال لك إنه ملك الموت سينتظرك كل هذا؟ من قال؟ انظر الله سبحانه وتعالى. العرب يا إخوتي الأحباب أكثر الناس في التاريخ عشقا للخمر، حتى قالوا فيها الشعر والقصائد. فأنزل الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ماذا حصل؟ قام الصحابة كل إلى ما خزن عنده من خمور. الخمور يعني في إدمان على هذا في طوال العمر، مش هو شيء بسيط مش قادر يقلع عنه. انظروا الصدق، سمع التحريم قاموا فكسروا ما عندهم من جرار الخمر، فسالت طرق المدينة أنهار خمر. لذا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الصادقين الذين يظهرون كما يبطنون، الذين لا يخشون أن إن اطلع الله إلى ما في قلوبهم وجد شيئا يخالف ظاهرهم، وأن يجعلنا مع الصادقين ومن الصادقين وفي طريقهم، وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقنا، وأن يعيننا على ذلك وييسره علينا في زمن فشى فيه الكذب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وجزاكم الله خيرا، وأشكركم لهذا اللقاء الماتع مع هذه الوجوه النيرة، وجزى الله أصحاب البيت خيرا وبارك فيهم.